دايما ايه بقى اللي في الكلاس مع الاولاد وعادي جدا وسايبه الموبايل، اول ما امسك الموبايل الاقي البرنسبل دخل عليا. اهلا، تلاقيني قاعده حاطه اهلا. وشي في الموبايل. اتقفشتي؟ ابتديت. كنت على طول بتتقفشي؟ على طول بتقفش، بس ما يقدرش يعمل لي حاجه يعني، كنت بطنشه. مره تاني كنت بسمع ماستر كلاس، كان حصه العاب، وبعد كده العيال بيجروا في الملعب، طب انا هعمل ايه؟ انا ببص عليهم بس. فبنت المديره اشتكت للمديره ان انا حاطه الايربود وبسمع الماستر كلاس اللي يبقى كنت ولا كان بيهمني، لان كان عندي ان البيزنس اهم بكتير جدا من الوظيفه. يعني الوظيفه هتديني ايه يعني؟ انا لا، انا لما اكبر البيزنس هستغنى عن الوظيفه، وده اللي حصل يعني. قلت لهم باي باي بعد سنه ونص. قلت لهم مش عايزه، باي باي. مش عايزاكوا، يلا مع السلامه انتوا بقى. لا الاحلى بقى ايه، في موقف بجد ده يعني رفع جدا من الروح المعنويه. لمتنا بقى الباص بتاعتنا وقالت لنا في قرار نزل جديد ان احنا هنقلل الايام ليكوا كلكم. ف... فكل واحد يقول ازاي ده، انا باجي 4 ايام واللي بيجي 5 ايام وكده. وانا بقى بصيت لهم كده، I don't care، انا عندي اونلاين بزنس. انا ساعتها بقى حسيت ان ايه، اشكرك يا رب، ايه ده، انت كنت بتعدني يعني قبلها بسنه ونص على اليوم ده لو عشان حصل ما اللحظة دي. اقعش. عشان اللحظه دي لما الواحد يخسر شغلانته او تقل او وات ايفر ايه اللي يحصل، يبقى عنده بلان بي يعتمد عليها بصراحه. صح. فنشكر طبعا. ربنا. بس شفتي، وانا يعني قاعده انا كده كان عندي وسطيهم بقى، حق اسيب العيان يقع. لا مش لدرجه انه يقع يا اسماء. انت يعني هيتبلغ عنك قريب يا اسماء، ما تقلقيش يا ماما. هقول انا انا موقف. مره اوكي. انا مره انا مره كنت سايق، وبدات الاعلان بتاعي. كانت مدام مريم عارفه ان انا كنت اتصبت في الشغل، فقعدت في بيت تقريبا من اكتوبر اللي فات، ولسه طبعا يمكن انزل الشغل على اخر مارس ان شاء الله. فوجئت بقى قبل العمليه بتاعتي في نوفمبر. ف يعني اخدت دعوه كده من حد كان بعيد جدا من نيويورك نيوجيرسي على الهاي واي. فانا سايق، وكانت طبعا مرايا جنبي في العربيه، وانا فوجئت جات لي نوتيفيكيشن، رساله على التليفون بتقول لي رساله. قلت لها عارف، ما انا سايق الهاي واي، على الهاي واي. فقلت لها افتح التليفون. فقالت لي ده رساله، دي رساله بالعربي، ارد ازاي؟ ديس عربي. قلت لها اكتبي له هولد اون. قلت له هولد اون اوكي، انا هكتب في اول اكزيت اللي جاي. اوكي، فدخلت في اول اكزيت، قعدت. قالت لي طب الميعاد ده اكزيت اكزيت وهتاخرنا. طب بصوا يخشوا انتوا في دانكن دونتس ولا حاجه، يجيبوا اوردر لغايه ما اجيب الليد. كانت موقف. انا دخلت في اكزيت، وقفت العربيه عشان اقدر بس اعمل شات مع الراجل، يبقى جود كوميونيكيشن معاه. فوجئت لقيته موقف يعني سبت اللي وراك عشان خاطر سبت كنت على المشوار اللي الهاي واي وراك عشان خاطر صدقيني، الليل. على الهاي واي ومش اوكي. عارف اقف. وعارفين الهاي واي في امريكا ما فيش اي حته غير الاكزيت، فلازم كنت الاكزيت اكزيت على اي جاز ستيشن. هو في فلكسبيليتي اكتر من كده من على الهاي واي؟ هو التوقيت غلط. من على الهاي واي في اكتر من كده فلكسبيليتي في لا، اداره الكوميدي البيزنس. اكتر. الكوميدي اكتر ان الاعلان كان، الرساله كانت ليا مش اعلان ماريا. فالرساله جات لي بالعربي. لو رسالتها هي كانت تتعامل مش اه. بيها. هنا I can تتعامل hear يعني. that. Yeah. لقيتها بتقول لي this is Arabic. ولا حاجه. الصبح. لا، الحلو كمان ان احنا يعني كلنا بنبقى متشوقين نشتغل الشغل ده. يعني احنا كلنا بنبقى عندنا مهما كان ايه حاجات في ايدينا او اشغال او حتى بنبقى بيزي. احنا بنبقى متشوقين نشتغل في البيزنس، وبنبقى متشوقين كمان ان احنا نرد ونساعد غيرنا. دي احلى حاجة احنا يعني كلنا يعني صح، بنساعد بنعملها. الغير. حقيقي. يس. اللي يضحك عندي جيجي انا بقى، كانت اقول انا ماشي حاجه يا بقى. ديوما. طيب قولي. انا بقى واحده على طول مسحوله، وانا بحب ابقى كده. انا واحده ما بتقعدش على راي جوزي، ما بتقعدش على حيلها. ماشي، بحب ابقى بيزي. صح ربنا حبيبتي. والوقت اللي عندي فاضي هتلاقيني بعمل شوبينج لما خاربه بيته. الراجل هيسحب منك كل الكريدت كارد اللي معاكي. ان انا بقى جوزي مش قادره اقول لك رحب قد ايه. قال لي يعني دي اول مره تدفعي في حاجه بدل الفساتين مفيدة. يمكن حاجه تصيب. حاجة مفيدة هتفيدك. عملتي حاجة مفيدة.
بقى يا حبيبتي. ما انت بعد ما بتنيمي العيال ومش عارفه ايه قاعده تتفرجي على المسلسلات وبتصحي من 5 الفجر قاعده بتعملي تريننج. الراجل الصراحه كان اكسايتد بيا قوي. مبسوط. اتبسط بيكي عملتي حاجه مفيده انت كده. المهم بقيتي على الكريدت كارد اتلاقيتي في حاجه تانية. مريم هو جدا. كان هياخدهم منك كلهم، بس لولا انك عملتي شيء مفيد سابهم لك. لا لا، عايزه اقول لك ان انا لما بدات البيزنس ما عنديش وقت اعمل شوبينج، فيا دوبك في شغلي وبدخل اشوف اللي ورايا تريننج لو هفولو اب مع ليد او بجهز لحاجه او بجهز لبرزنتيشن او بعمل ايه، فخلاص ما عنديش وقت للشوبينج. حاجه جت مصلحه مفيدة ليه برضو. البيزنس ده. الحاجات بتاعتك. جيجي كنت حابه برضه تضيف حاجه. انا كان عندي اليومين اللي فاتوا كان عندي فرح، فهم كانوا ما يعني بيهيصوا في الفرح وفي القاعة وكده، كانوا قاعدين ويهيصوا وبيرقصوا مع العروسة وفرحانين معاها، وانا كنت قاعدة على جنب، فبيقولوا لي تعالي هيصي وبتاع، قلت لهم طب معلش انا بشوف حاجة بس على الموبايل. وانا كنت قاعدة على جنب، كنت بحاول اخلص التريننج بتاعي، كنت عايزة بخلص حاجات معينة وبشوف حاجات على الفيسبوك، وبحاول اخلص حاجات بعملها علشان كنت عايزة يعني انجز واخلص حاجات، وهم قاعدين بيعملوا حاجة تانية خالص، يعني لازم يسيبهم في الفرح قاعدة بعمل حاجة تانية. ده اللي ما احنا عندي اهم بنقوله، من يعني من الفرح. حبنا في البيزنس بنسيب اي حاجه بنعملها حتى مهما كانت مهمه او ايه، صح. وبنكونكتد في البيزنس طول الوقت. يعني ممكن علشان انا عايزة يعني ابتدي اعمل حاجة، فعايزة انجز حاجة، فخلاص طب انتوا اعملوا حاجة وانا بعمل حاجة تانية، يعني مبسوطة بيها. حلوه كتير، برافو عليكي دكتوره. تاني. يعني لما بدأت البيزنس بعد شهر، أنا عندي مشكلة، ما بحبش أسأل، وده عيب بشع، وما بحبش أتصل بناس كتير عشان أسألهم. فكنت بقعد ساعات، كنت قاعد أعيط، فجوزي قال لي بصي طيب بلاش إن أنت اعتبري نفسك إن أنت يعني ما دخلتيش وخلاص. قلت له لا، أنا ما أعرفش أدخل حاجة وما انجحش فيها. لما خدت أول شيك بص عليا كده، راح قال أنا مش هتكلم تاني، مش هقول لك ادخلي كملي. انبسط بالريزولت اللي انت اه عملتيه. طبعا، اه طبعا. ده قلناها في اكيد الميتنج اللي فات، الرجاله اول ما بيشوفوا الريزالت خلاص خلاص كله بيتنسي، بيشجعوا اكتر. شجعوا بعض. في رجاله كتير جدا كانوا يعني ضد مراتاتهم، مش ضد مراتاتهم يعني مش مقتنعين قوي بالشغل، وبعد كده ابتدوا هم يكونوا اكتف جدا جدا في الشغل معاهم، ويعملوا معاهم الشغل من A to Z، يعني لانه يا لقيوه ورثت، يعني بيجيب نتائج كبيره، الشغل فيه ليه مستقبل، ليه كارير، يعني كارير يعني يبقى رائع الانسان يشارك فيه، وبدل ما يبقى مجهود واحد يبقى مجهود اتنين موجودين. in the same time. yeah. صح. بتبقى يعني حلوة مجهود. لما الزوج والزوجة بيشتغلوا مع بعض في حاجة حابينها، بيكبروها مع بعض وبيشجعوا بعض في نفس الوقت. وانتوا اكبر مثال على كده. صحيح. هي مندمجه تغياب جدا تغياب معانا، تغياب براحتك يا مريم. لا جدا منين معانا وهو بيشجعني؟ بيبص في التليفون. شكلك بتعمل شفت بقى، بيزنس شايفاك تاني. ده اهي. انا دافع، لا ده انا اللي دافع فلوس البيزنس عشان هي تشتغل، مش عشان لا عشان في احلى من كده انت زوج، في بتشجع. احلى من كده زوج. انا جوزي ايوه. اللي بدأ البيزنس على فكرة، وانا اللي كملت. ما هو يا على بدأ فكره حبيت انا مكملة، بس مايكل هو هو اللي عمل معايا كل عمل كل حاجة، ومايكل بدأ كل حاجة، بس انا اللي كملت لان انا حبيت الفكرة وحبيت الشغل. ايميل بدأ وانا كملت زي كده يا تهاني، بس هو من النوع اللي بيشجعني حتى، يعني ساعات من غير حاجة لما بعمل اي حاجة بيقول لي يعني، ويشوفها وكده بيشجعني ان انا اعمل اكتر واكتر. شابو يا ايميل، شابو سقف الايميل يا جماعه. ايوه سقفوا له يا جماعة عشان يتشجع اكتر واكتر. والله بس فرانسيس حابب تضيف حاجه؟ قاعد على البحر كده ومروق حالك، طب يعني كنت عندك معاك على البحر حاجة حلوة بس قايلة. انا مستلفها من الكمبيوتر، انا صدقيني يعني لا. يا شيخ. تعالى عندي ميامي كله بحر، ايوه صيف شتاء بحر عندي. جايه لك انا حاجه الاسبوع اللي فات كلنا بيقول انا لك بقى تعمل فيديو
مريم والولاد يعلقوا لي عليه، ده صح ده غلط ده مش عارفه ايه، قلت له ده مراته انا عكس وولاده. المدام المدام بتراقب كل حاجه بعملها عشان ما يطلعش فيها حاجه مش كويسه، فبتقول لي لا ده غير الفيديو ده، غير الكلمه دي، اعمل دي. هي متابعه بس ما بتحبش تظهر في السوشيال ميديا خالص. ربنا هي يخليها لك. مخرية شوية. هي هي زيك الاخراج. انت قايم كل بالدور. راجل عظيم امرأة يعني أعظم. حتى كان عندي تعليق لمدام مريم على الاثنين البنات اللي دخلوا معاها ما رضيش ينزلوا. في ناس من الصعايدة عامة او عامة الستات بيبقى عندهم زي كسوف او تحفظ. حاجة كده ما تخليهمش حافظين، يظهروا في ايوه. السوشيال. مش صعيدي فينا لان كلكم عرفكم صعيد. انا لسه انا عندي ليك مش يكلمني انت من اسكندرية الريف ولا من كمان، القاهرة؟ انا من الريف كمان مش بس من انا من الصعيد، من اسكندريه. الريف. انا من اتنين اسكندريه مش من اسكندريه الصعيد. كلها ثلاثة. نصها، الاسكندرانيين كلهم صعايده، اسيوط بس وكده. انا يس. والدي انا ووالدتي مش صعيد. سعوديه على انا يا فكره. مولود في هما اسكندريه. اسكندريه كلها صعايده. يا يا يبقى ولا حد، كلنا طلعنا صعايدة في الاخر. انا مش الاصل صعيدي. سعوديه. مش انا لسه صعيدي على عندي فكرة. ليك جاييني من شويه راجل مهندس كبير بيقول لي انا مستحيل اطلع على السوشيال ميديا. قلت له مش محتاج تطلع على السوشيال ميديا، انت ممكن تشتري الاعلان او تكتب صوره وتكتب عليها الاعلان بتاعك كتابه وتطلع. هو هيطلع. الموضوع بعد كده بيبقى محفز لما هو بيبقى نفسه عايز يجرب. الله، طب ما اطلع زي الناس دي، طب ما اجرب، ما انا الكاميرا حلوة معايا اهو. يعني هو في احلى من كده قصاد يا ده جماعه، الكاميرا؟ كويس انه في حاجه لازم نفهمها. اولا احنا لما بنطلع على السوشيال ميديا احنا بنقدم محتوى حلو جدا وكويس جدا. احنا دورنا ما يفرقش اي حاجه عن المذيعه او المذيع والمذيع دول عشان يخرجوا ويقدموا المحتوى اللي هما بيقدموه لازم ياخدوا شهادات عاليه عشان يطلعوا على التلفزيون ويقدموا المحتوى ده. احنا كمان ما بنخرجش للسوشيال ميديا بمحتوى قليل، لا احنا عندنا رسالة بنوجهها وبنساعد غيرنا. وكمان قبل ما بنخرج لده احنا بناخد تريننج وبنبقى متدربين كويس جدا قبل ما بنبدأ نطلع على اي توبيك سوشيال ميديا. فاحنا خروجنا للسوشيال ميديا احنا بنقدم رسالة حلوة جدا وبنساعد بيها ناس كتيرة جدا. ومش كل مجال السوشيال ميديا يبقى وحش، لا، السوشيال ميديا متقسمة لأجزاء كتيرة، فيها محتويات فارغة كتيرة للي حابب يكون في محتوى فارغ، فيها محتوى مهم جدا. دلوقتي الدكاترة والمهندسين والأسس والشيخ في الجامع، كل الطوائف وكل التوبكس وكل المجالات بتطلع بتقدم رسالتها السوشيال دلوقتي ميديا بتوصلها عن بتقدم طريق كتير السوشيال صح، قوي. ميديا. ده حقيقي. فالسوشيال ميديا دلوقتي هي لغة العصر، السوشيال ميديا دلوقتي هي صلة التواصل ما بين العالم كله. بس احنا لازم نكون فاهمين، او اللي يتواصل معانا ويبقى عنده مشكلة من ناحية السوشيال ميديا لازم نفصل ما بين في السوشيال ميديا اللي معظم الناس عارفاها، ان انا لو خرجت عن السوشيال ميديا او لو طلعت عملت فيديو او لو اتكلمت انا كده بقلل من امكانياتي. لا، اعظم الدكاترة بتطلع على السوشيال ميديا، اعظم الكهنه والاسس بتطلع على السوشيال ميديا، شيخ الجامع بيطلع يلقي الكتاب دلوقتي على السوشيال ميديا. فهنا احنا بنقدم رساله في محتوى معين، لكن في ناحيه تانية للسوشيال ميديا هي فارغه